لازم تعرفي اسباب نجاح العيش علشان يطلع معاكي قابب كده. بحب انا دايما اخد بالاسباب، اي حد بيقول لي على حاجه باخد بالمعلومه بتاعته او بحب استفيد منها. في متابعه بتقول لي العجان حلو وكل حاجه، بس ما بيخليش العيش يقب. طب ايه اللي ما بيخلوش يقب؟ تعالوا اقول لكم بقى عشان يقب ازاي. محضرالك شويه اسرار ونصايح في العيش، هتبقي استاذه فيه والله، وهتبقى احسن من شيماء ملكه المعجنات. هتبقي خبيره في المعجنات وهتدعيلي. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول، وبستحلفك بالله ما تنسي تدعمي الفيديو بلايك وتعليق حلو منك، حتى لو هتصلي على رسول الله في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ده لو مش حابه تكتبي تعليق. اول حاجه بنعجن العجينه بتاعتنا. العجينه عباره عن شويه ملح والميه والدقيق والخميره، اكتر من كده مفيش. تمام. طبعا كل كيلو دقيق بياخد كيلو ميه ورشه ملح و5 جرام من الخميره كده. تمام. الناس اللي اول مره تشوفني وعايزه تعمل العيش تيبس العجينه شويه، يعني تخلي كيلو دقيق عليه 900 جرام من الميه، رشه ملح، 5 جرام من الخميره، يا اما تخليها 850 جرام من الميه، علشان لما تيجي تقرصي الرغيف تعرفي تشيليه وتلقطيه من على الالواح، وتعرفي ايه تخبزيه على المطرحه كمان. انا هنا كنت بقول لكم نسيت الخميره، ودوبتها في شويه ميه وحطيتها على المكونات بتاعتنا عادي خالص مفيش مشكله. انا هنا بعجن 5 كيلو من الدقيق، واخدين معايا 5 كيلو من الميه، وممكن ياخد ازيد كمان. الناس اللي شاطره قوي ومحترفه في الخبيز بتزود نسبه الميه، بتخلي معاها سمك العجينه مرقه شويه، علشان بتبقى واثقه فيه هيطلع عامل ازاي. لان كل ما العجينه بتاعت العيش بتكون مرقه وبتعرفي ترقي على المطرحه وتلقطي من على الالواح، بيطلع معاكي عيش ولا غلطه فيه. اللهم صل على النبي. هنا بقى بوقف العجان وبختبر سمك العجينه بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انا خلطت العجينه وحسيت ان لسه فيها دقيق من القاع، قلت لا، وعلشان ادرب الخليط كله كويس جدا ورجعت رديته في قلب العجان، وهوريكم السمك بتاع العجينه. خلي بالكم لو العجان شغال معاكم ما تحطوش ايديكم انتوا، علشان انا عارفه انا بعمل ايه، علشان بس محدش ايه يعني لا قدر الله العجان يلف على ايده ولا حاجه. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. هوقف بقى العجان تاني وابدا احط ايدي علشان احس بملمس العجينه اكتر، لان اكتر حاجه بعرف بيها هي ايدي مش العجان. طبعا انا اعرف العجينه بايديا. في ناس بقى بتقول لي احنا جبنا العجان يا شيماء بس مش بيخلي العيش يقب معانا. عايزه اقول لك لازم العيش ينطب زي ما احنا ما بنطبه كده، يعني بعد ما تخلصي عجن في قلب العجان خالص طبيه بايديكي طبتين 3 كده. انا عن نفسي صراحه شيماء يعني عايزه اقول لك لو انا بعجن بايدي قسما بالله كنت خلصت عن العجان، بس انتوا عارفين ان انا صريحه معاكم، وزي ما قلت لكم هقول لكم كل حاجه بما يرضي الله. والله العظيم زي ما بقول لكم كده العجان ده علشان ايدي بتوجعني ويوفر عليا الجهد اللي اعمله بايدي بس مش اكتر، وعلشان كمان اقدر اكمل شغل. وبصراحه هو في الجهد حلو قوي، يعني يوفر عليا جهد كمان. تمام كده. لكن كسرعه انا بصراحه اسرع من العجان في العجينه. اما في الفطير والحاجات التانية اللي هي عجنها اتقل، لا العجان احسن. اما في العيش لا، بنعجن العيش بسرعه. صليتوا على النبي يا اولاد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما عجننا العجينه بتاعتنا وغطيناها وسبناها لمده 2.5 ساعات بالظبط لحد ما خمرت، وبعد ما بتخمر بنجيب الالواح اللي احنا بنقرص عليها دلوقتي دي بنرشها شويه رده، وبعد كده بنقرص. يعني ايه بنقطع رغيف برغيف زي ما انتم شايفين كده. الكيلو بيقطع معايا 10 ارغفه تمام قوي ومظبوط قوي، لا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي. ببل ايدي ميه والايد التانيه بتقطع، والايد اللي فيها ميه بتلم الرغيف بتسويه، بتخلي شكله حلو كده زي ما انتم شايفين، بحيث ان انا لو قلبته على ايدي التانيه كده مظبوط والايد ده مظبوط. تمام كده. بس مكان القطع بخليها تحت على الالواح. بعد ما بخلص تقريص بقى يا بنات بالشكل ده كده، اسيب العجينه ترتاح معايا لمده ربع ساعه، يعني يرتاح في نفس الوقت ويرفع، بحيث لما اجي اخبزه الاقي الرغيف شكله حلو وما فيهوش البوصه وبيضحك في نفس الوقت وهو طالع من الفرن كده. بعد ما خلصته بقى كده بغطيه علشان وشه ما يقشفش. ما ينفعش ان انا اسيبه مكشوف، لازم اغطيه واجيب كمان حاجه علشان الجوانب اللي مفتوحه دي يتكمر كده وتنه معرق، بحيث لما اجي اخبز برده الرغيف معايا في قلب الفرن وشه ما يقشفش ولا يكسر معايا من الوش. تمام.
انا ولعت الفرن هنا ومسحت الصاجه بتاعتي علشان هنخبز مباشره على الصاجه، والنار بتاع العيش بتكون عاليه. لو المكان اللي انت بتخبزي فيه مكشوف ومدخلك هوا هيقشف معاكي العجين، غطيه زي ما انا عامله كده، وتلقطي رغيف برغيف وترمي في قلب المطرحه وترقي وترمي. لو اول مره رقي واحده واحده لحد ما الرغيف يترقي معاكي، وانت كده كده مع الخبيز مره على مره هتعرفوا وهتبقى احسن مني كمان. بس لما تيجي تلقطي زي ما بلقط كده، حطي شويه رده في ايديكي وانت بتلقطي الرغيف. لو مش هتعرفي ترقي على ايدك، ارمي على المطرحه على طول ويكون معاكي مطرحه تانية، بحيث لما تيجي ترقي على المطرحه الرده هتتنفض منه وهو لسه ما اتفردش، تقومي نطقاه على المطرحه التانية يكون فيها رده وترقي بقى، تبصي تلاقي ترقى معاكي وترمي في قلب الفرن. لما تيجي ترمي الرغيف ارميه في النص ويبدا يشمع معاكي ويبدا يقب، تبداي تديريه في الجناب عند الشوايه. تمام كده؟ بتكون درجة الحرارة بتاعت القاع مظبوطة مش عالية، بالذات القاع بتاع العيش مش عالي، اما الشواية اللي هي في الجناب دي درجة الحرارة بتبقى عالية. شايفين الرغيف؟ اللهم صل على النبي. يبدأ يقب، اقوم مديره عند الشواية ياخد لون وبقى زي الفل. تمام. ولما اجي ارق على المطرحه برق واحده واحده، ده لو انت اول مره. اما لو انت محترفه بقى بسم الله ما شاء الله عليكي، هترمي وانت مطمنه، وهتملي الفرن كمان زي ما انا عاملاه كده، لان انت واثقه من نفسك بقى ومحترفه وبسم الله ما شاء الله عليكي. طب يا شيماء انا محترفه وشاطره وبعجن وبعمل كل حاجه وبخبز، بس العيش مش بيقب معايا. العجينه بتاعتك بتكون مرقتها زياده، ولما بتيجي تلقطيه من على اللوح وتحطيه على المطرحه بتكون ايدك علمت في الرغيف، ولما تيجي ترقي الرغيف بترقيه قوي كمان، فبيطلع الرغيف مش قابب معاكي. اما لو العجينه مرقه بس مش مرقه زياده قوي وترقيه رقتين 3 اللي هو في المظبوط، تلاقي الرغيف معاكي بسم الله ما شاء الله طالع بيضحك وزي القمر زي كده. طيب لو العجينه طلعت يابسه معايا يا شيماء اعمل ايه ومش عارفه ارقه على ايدي ولا على المطرحه؟ اجيب شويه ميه وعليها معلقه زيت وشقشق الرغيف من على الوش كده علشان وبططه تبطيطه حلوه كده علشان اعرف ارقه ويلين ويتفرد معايا في الرق. صليتوا بينا على النبي يا اولاد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. العيش طالع معايا بيضحك وزي القمر يا ولاد زيكم كده. القاع بتاع الفرن ما بيكونش حامي علشان ما يطلعش الرغيف معاكم محروق، يمرر ويبقى طعمه مش حلو. لما تيجي كمان تقمريه مش هينفع يتقمر معاكي خالص. لو انت اول مره تخبزي في الفرن اللي زي ده، ترمي رغيف برغيف وتديري براحتك لحد ما تتمكني من الخبيز، وبعد كده تملي الفرن زي ما احنا ما بنملي كده الفرن. اللهم صل على النبي. بنحط فيه 5 أرغفة و6 أرغفة كمان. شايفين العيش يا ولاد؟ والله العظيم زي القمر، كل العيش قابب معانا ولا رغيف عينه بتوجعه من اول رغيف لاخر رغيف. اللهم صل على النبي. عايزه العيش بتاعك يبقى حلو وما يندخش كمان لما يبرد، وحتى بعد التأمير ما يندخش في بقك، وكمان لما تيجي تقمريه ويقعد معاكي ما يبقاش مجلد معاكي. اعملي العيش بدقيق قمح اللي هو علامه اولى علامه تانية علامه تالتة، اعملي خلطه ما بينهم التلاتة اللي هو ميكس ما بين التلاتة كده، بيطلع معاكي العيش اللهم صل على النبي. طيب لو انت جبتي الدقيق من بره وعرقه جديد، مرقي العجينه قوي، وانصحك نصيحه كده تكوني جايبه دقيق قمح تخلطي عليه حبه، هيطلع معاكي العيش الله اكبر، يبقى طري من اول رغيف لاخر رغيف. حتى كمان لو حطاه في قلب الفريزر وتطلعيه تقمريه عمره ما يجلد منك، ويبقى طري وزي الزبده معاكي وانت بتاكليه، مش بيندخ خالص ولا مجلد كمان. والافضل والاحسن هو دقيق القمح من الاخر، والله العظيم بيطلع العيش يا بنات ولا غلطه فيه، حتى من ناحيه الاكل والطعم والشكل كمان. اللهم صل على النبي. هو ده العيش الفلاحي بتاعنا، مش اللي انت بتشتريه من بره بيبقى لقمه وبيندغ معاكي وفي نفس الوقت الرغيف يخلص بسرعه. عايزه اقول لك الرغيف من بتاعنا ده بيشبع جدا، اما بتاع بره بتاكلي منه 3 4 ترغفه وما بتشبعيش، وفي نفس الوقت والله العظيم بيندغ. تعالوا شوفي جمال العيش. اللهم صل على النبي. صلتوا على النبي يا اولاد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بستحلفكم بالله تدعموا الفيديو وتعملوا شير على قد ما تقدروا علشان الكل يستفيد، وانت كمان تستفيدي وتاخدي الاجر والثواب وتستفيدوا مني. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو 90%. اعملوا شير واشوفكم على خير وفي امان الله.